de Sidi Rhal, chers directeurs, enseignants et enseignantes, nos chers parents, partenaires indispensables dans le parcours de réussite de leur enfant. Nos chers élèves, vous êtes notre étoile, vous êtes notre fierté. Bienvenue aux invités distingués à la cérémonie d'excellence pour l'année scolaire 2024-2025 dans sa première édition. Soyez les bienvenus encore une fois et merci. السيد مدير المؤسسة، السيدة مديرة المركز الثقافي بسيدي رحال، السادة العاملين بدار الثقافة كلهم باسمه وصفته، أمهات وأباء وأولياء، تلاميذ والتلميذات، أعزائي التلاميذ والتلميذات، حضرات الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم في هذا اليوم البهيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
المناسبة اليوم كانت هي الاحتفاء بالمتميزين والمتميزات داخل المؤسسة. الاحتفال كان مناسبة لترسيخ قيم المنافسة والمواطنة وجميع القيم النبيلة داخل المؤسسة. نحن في مجموعة مدارس ولاد عموش نؤمن بأن الثقافة والأنشطة بصفة عامة تكميلية للتعلمات الصفية، وبالتالي فنحن الحمد لله بلغنا أهداف المسطرة للحفل. الحفل كان متميزا ومتنوعا في جميع فقراته. المهم والأهم هو أننا بلغنا الهدف الأساس، هو أننا نعطي صورة متميزة عن المدرسة العمومية، وأن هذه الأجيال يجب أن نعطيها الحق في التعبير والفرصة في التعبير عن ذواتها ومواهبها وتميزها إن صح التعبير. فالمناسبة أيضا كانت مناسبة لأشكر السيدة مديرة المركز الثقافي بسيد رحال، لأنها أبانت الأستاذة عن رقي فكري وثقافي في التعامل مع الأطر ديال المؤسسة ديالنا، فأشكرها من هذا المنبر. والمناسبة شرط، فكانت مناسبة أيضا لتوقيع اتفاقية شراكة، وهي الأساس صراحة للربح الكبير الذي ربحناه من خلال هذا الحفل هذا، وأننا وقعنا اتفاقية شراكة مع المركز الثقافي بسيد رحال لكي يؤطر ولكي يحتضن مجهوداتنا الثقافية وأنشطتنا التي نسطرها في برنامج الأنشطة السنوي. ونضرب لكم إن شاء الله موعدا في الموسم القادم إن شاء الله بأن تكون هناك أنشطة وازنة إن شاء الله في إطار تفعيل هذه الشراكة مع المركز الثقافي بسيد رحال. السيدة لمياء ريقلما مديرة المركز الثقافي سيد رحال، احنا اليوم جد مسرورين باستقبال حفل التميز لمجموعة مدارس ولاد عموش بالمركز الثقافي سيد رحال. وهذا التعامل ليس الأول، قد سبق لنا أن تعاملنا مع هذه المجموعة في إطار مشروع ثقافي للمركز الثقافي سيد رحال، ألا وهو قافلة الكتاب والتنشيط الثقافي، حيث حملنا الكتب والمنشطين وفقرات ثقافية إلى هذه المجموعة، مجموعة مدارس ولاد عموش وفرعياتها، وحدة ولاد علي ووحدة ولاد حمامة، وكذا مركزية ولاد عموش. واليوم احنا مسرورين أنه تم عقد شراكة بيننا وبين هذه المجموعة النشيطة، اللي فعلا كنحيي السيد المدير ديال هذه المؤسسة السيد محمد الإدريسي على انفتاحه على المحيط المؤسسة الثقافي وتعاونه ورغبته في إظهار أنشطة مؤسسته على أكمل وجه. والحمد لله كل شيء داز مزيان، وتنحيي أطر هذه المؤسسة، الأطر التربوية والتعليمية، لأنهم ما شاء الله كانوا كخلية نحل، يعني اشتغلوا بجد في إطار حب هذا الوطن وحب هذه المهنة. وطلع لنا اليوم شفنا واحد الحفل اللي هو بهيج ومتميز، وأطفال ما شاء الله أبدعوا في المسرح في الموسيقى في أنشطة ثقافية كبيرة، أبانت على أن أبناء القرى المغربية هم موهوبين، يحتاجوا فقط الأخذ بيدهم ومساعدتهم وإبراز مواهبهم. وإن شاء الله كنا كنشتغلوا على هذا المشروع ونتمنوا لهم التوفيق، وحنا مرحبا بهم في أي وقتاش ما جاو عندنا. وهذه دعوة حتى للمؤسسات التعليمية الأخرى أنهم يعرضوا عندنا. استقبلنا تجارب كثيرة، وحنا الحمد لله يعني فاتحين الابواب حتى المدارس اخرى في العالم القروي انهم يجيو عندنا ونمشيو عندهم في اطار قافله الكتاب والتنشيط الثقافي. انضم لنا الان واشترك في القناه للحصول على صدى اخبار مملكتنا.